قناة مهرة الصحراء. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفات اللي خاصين جدا جدا عنا بواحد العروسة ان شاء الله يكمل عليها بالخير. جينا نشاركوا معك الوصفات اللي هما ساهلين وكنديروهم دائما في المناسبات، ودريك كنديرهم الليله جانا ضيف عزيز، وهذه من المسائل الضروريه اللي كتكون دائما داخل البيوت ديالنا ان شاء الله. اليوم بعد ما غادي نشارك معكم هادشي غادي نمشي حتى غادي نطحن هادشي مزيان، وغادي نشارك معكم اهم حاجه وهي واحد الملحفه ديال النيله اللي خاصنا نبربوها بالطريقه الصحيحه اللي غادي نديروا لها ان شاء الله وتيدكت. وغادي نديروا لها المساك الحاره، ما غاديش نديروا لها المساك العاديه، غادي نبرموا الملحفه ديال النيله بالمساك الحاره، وغادي نعت لكم الطريقه ديال البريم ديالها. ومن بعد ان شاء الله غادي نجي وغادي ندير هذا الرشوش، لان هاد منهافه هي حره وهي اللي كنصاوبوا بها الرشوش الابيض، وهذه ديال الرفض الحاره هما اللي غادي نديروها باش غادي ندير بها الرشوش اللي هو الرشوش الاسود اللي كاين لا الملح في الكحل. راه كاين هاد الرشوش راه ما كايندارش وكنقولوها وكنعاودوها دائما ملي كنعرضوا الوصفات. كنبغوا نعطوا بعض النصائح للناس اللي هي كتكون نقولوا له حنا اكندي، والسيده اللي قالت لنا قندي ماسك، يا اختي قندي ما هو ماسك، قندي نقولوها حنا قندي من الروائح فيه بزاف ديال الانواع. كاين الانسان قندي من الملح، وكان قندي من الروائح ديال البارفان، وهذا اللي كيندار يعود ملمتين على بعض الناس اللي تعود عندهم حساسيه او الربو. هذوك الناس ما خاصهم يستعملوا اي نوع من هذا النوع ديال الخلطات اللي هي شويه قويه. هذه الخلطات دريك حنا كنعدلوها دائما المناسبات. ونديروا نديروا ان شاء الله هما اللي شوي من الها، شوي من الخميره البيضاء اللي ان شاء الله غادي نستعمل فيها هاد ثلاثه الانواع ديال الكريمات، شويه ديال البودره وشويه ديال المسك وشويه ديال هذا واي نوع من المسك. ولكن انا المس هذه الخميره هذاك الشيء كامل ديال المساك الصغار، حنا كاع هذا من الضروريات عندنا. السنبل حنا دائما كنستعملوه هو والمساك الصغيره كامله. غير عندي انا واحد المسك اللي هو ديال العود اللي هو ريحته قويه، ها هو هذا المسك هذا انا كان هو ديال الشموخ، هو اللي كندير دائما للخلطات، لانه هو اللي كيصلح للخميره السوداء. بدلا من ندير ياسر من الاشياء كندير هذا المسك هذا كيعطيني الوصفه كما هي. ودريك راني غادي ان شاء الله نستعد باش نوجد معكم هذا الاشياء اللي غادي نستعمل. لا بالنسبه لخلطه البخور اللي هي غادي نخلط منها ياسر من البخور، غادي ندير لها الجاوي، غادي ندير لها تقريبا انواع البخور راعيها، وغادي ندير هذا مولي وهذا مولي هادشي كامل ينطحن ولا يقسم على جميع الاشياء، حتى شنو قالوا المسك وحتى الغاليه وحتى كاع ذا كامل اللي يندار قرنفل المولي راه هنا طحنوه. هون عندنا الهرهار وعندنا الضرو وعندنا تسرغمت وهذه الكمشه. هادو خاصين بالرشوش، وهذه الكمشه اللي نديرها اللي نزيد منها شويه على البخور مع شويه من التسرغم. وعندي مولي هنا نستعد ان شاء الله باش غادي ندير واحد الماسك ديال الرجلين ديال الكرعين، نقولوا حنا كيتصاوب ان شاء الله غير بفازيلين والعكر هذا الاحمر وشويه ديال البودره، وكيديريه كديروا العروس لكرعيها باش يبقاو عاطين واحد اللون اللي هو وردي. وهذا الشارلي هذه غادي نخلطها ان شاء الله، وهذه ديال الشارلي هذه غير المناطق السوداء، يعني الا عندها شي مكان مثلا اللي تبغي تبيضوا شوي غادي نخلطوها مع البوماضه ديال العينين ومع واحد الكريم ثاني، ونديروا لها ثاني واحد الكريم باش يبرد لها الوصفه. المهم هذه كلها وصفات ان شاء الله غادي نعتمدوها اليوم. وهذه المسكه الحاره هادو كافيين 60 درهم، كافيه 600. هذه 60 درهم غير كافيه مع اللبان الحر ومع كل شيء. هادشي كافي مع البخور الحر هذا كامل ان شاء الله غادي نخلطوه باش غادي نطحنوه باش نديروا منه الملحفه ديال النيله اللي غادي نديروا لها المسك الحر وغادي نديروها باش تعصر. وغادي نديروا في نفس الوقت هذا منهاط هذا، وغادي نديروا مولي، وغادي نديروا خلطه ديال الكريمات. ولكن اهم شيء للعروس حنا بعدا كنتفائلوا بانها دائما العروس دائما خاصها تسحم، وكنديروا لها هادو كنسحموا فيهم دائما. ما هو على العروس اي وحده حاسه على انها مدخوله في عظامها ولا عندها مشكله ولا ما عندها مثلا سعد ولا عندها مشاكل ولا صحتها على قدها ولا تجبر ياسر من الاحلام اللي ما هي زينه. وهذا دائما الملحه الحيه
وحنا كنقولوها كنعاودوها كنقول لك الملحه الحيه واوراق السدر والعرعار، هادو من من هذا من المشياء مع الفاسوخ طبعا الابيض، وكنديرهم الوصفه مع اوراق سيدنا موسى. هذا الشيء راه ضروري باش السيده دائما تخلط هذه الخلطه ديال الدوش ديال السحوم هادو مع الريحان. هادو من الاشياء دائما اللي حنا كنخلطوهم وكتطبخيهم في واحد القاميله صغيره وكتحاولي دوشي بهم مزيانين للصحه ومزيان. اما بالنسبه لهذا راه دائما كنقول الانسان اللي عنده بحالنا حنا هذا اللي ناغر اللي كيعودوا طالعين وكيعود الانسان دائما قلوقي وما هو مرتاح، دائما خاصو يبقى يشرب الويزه والبابونج وشويه ديال القرنفل، لانه القرنفل راه صحي جدا جدا. مع طبعا حنا كنديروا دائما ما كنصيبوش على اننا كنشربوا الكمون الصوفي، هذا من غير طبعا العلك، وهذا اللي كنستعملوا. العلك راه كيستعمل غير لحد واكل الملح ولا حد اللي يعدل طشيشه صغيره فتاي، راه ما يكثر منه. اي روايه عشبيه كنعاودوها كنقول لكم على انها ما يكثر منها. انسان كيدير بحال هذا دريك اللي كنخلطوا راهو فيه تبارك الله كلشي، فيه النافع، حبه حلاوه، شويه ديال القرفه، شويه ديال اليازير، وشويه ديال البابون، وشويه ديال الويزه، شويه ديال الكمون الصوفي هانتوما. وكل شيء هذا الشيء كنديروه غير من اجل باش كتشدي قد هكا غير تقريبا وديريه في كاس وتفيضيه باش ترتاحي. هذا بالنسبه كيتشرب لحد فيه اوجاع الالم الحاده في البطن، وحنا دائما كنديروه باش كنفيضوه باش لتهدئه الاعصاب. وهادو من الوصفات طبعا اللي دائما كنقول لكم الانسان اهم شيء في هذا الشيء كامل اللي حنا كنستعملوه وهذا الشيء اللي كنعدلوه، اهم شيء هو الصحه. اهم شيء الانسان يحاول قدر الامكان باش يحافظ على صحته.